من نفس الرجل في العالم لواحد من أغنياء العالم بثروة تجاوزت المليارات الدولارات، وبقى ينافس ناس إيلون ماسك يا عزيزي المشاهد في المال. قدم ل 30 وظيفة وتم رفضه، قدم لجامعة هارفارد 10 مرات وبرضه تم رفضه يا عزيزي المشاهد. قدم للشرطة وكان هم 5 أشخاص، قبلوا الأربعة وهو الوحيد اللي اترفض. تفتكر إنه الموضوع وقف هنا؟ لا والله. KFC لما فتحوا فرع في الصين قدموا 24 شخص، من ضمنهم كان جيك ماك. تم قبول ال 23 شخص يا عزيزي المشاهد، وهو الإنسان الوحيد اللي اترفض. جيك ماك وحاليا هو أغنى رجل في الصين وواحد من أغنياء العالم بمليارات الدولارات. في سنة 1995 سافر للولايات المتحدة، اتفاجأ ولقى الناس شنو متطورة في انترنت وحركات بتاع، فقام عمل شنو؟ بحث في النت. حتفتكر انه بحث شنو؟ عن كتاب، عن حاجة ثقافية. اول حاجة بحث عنها البيرة الصينية. اتفاجأ انه ما في نت في الصين اساسا، وما في منتجات صينية اساسا منتشرة في العالم. فجات فكرة على باله، الله طيب انا ليه ما اخلي العالم يعرف المنتجات بتاعتنا؟ اسس شركة اسمها تشاينا بيج، والشركة فشلت فشل سريع لانه كان ما في ادارة وفي نفس الوقت ما في ضحكات، فاهم كيف؟ وفي سنة 1999 في شقة صغيرة له اسس الموقع المشهور يا عزيزي المشاهد اللي هو علي بابا، بيربط لك المنتجات الصينية بباقي العالم. وحاليا علي بابا واحدة من انجح الشركات في الصين، ولدرجة انه بقت تنافس امازون في المبيعات. على فكرة لما جه طرح الفكرة بتاعته في الصين، البنوك الصينية كانت رافضة الفكرة تماما، لانه حاجة جديدة يا عزيزي المشاهد. فانت لما تكون عندك فكرة في بالك، ما على شرط المجتمع اللي حولك لازم يتقبلها، لازم تجتهد ولازم تبدع فيها، لانه حيجي يوم من الايام وحيقولوا الله الانسان ده وصل هنا كيف وما عارفين ان انت تعبت قدر شنو. اكتر انسان اترفض في العالم هو اكتر انسان ناجح حاليا.